بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم إن شاء الله على حديث النبي عليه السلام اللي بيقول ما معناه كل أمور عجبا للمسلم، كل أموره خير، حتى الشوكة يشاكها يؤجر عليها. فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المسلم أو المؤمن في حياته اللي في الدنيا اللي هي صعبة، لأن الحياة بتبقى أصلا الحياة صعبة، وللمؤمن أصعب. الحياة فيها من الأسوأ والمضايقات والابتلاءات والتغيرات اللي أصلا بتضايق، بالإضافة أن المؤمن كمان عشان بيحاول يحافظ على حدود ربنا بتبقى أصعب. وزي ما قلنا والسلام، المؤمن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأي حاجة بقى بيشوفها المؤمن في حياته هي خير. إن أصابه خير يشكر، وإن أصابه شر يصبر. طبعا الشر ده بقى ممكن يكون نسبي، يعني ممكن مش كل حاجة احنا شايفينها شر بتبقى فعلا شر، ومش كل حاجة احنا شايفينها خير بتبقى فعلا خير. يعني الشيخ شعراوي رحمة الله عليه كان بيحكي حدوتة ان مش بتدل يعني ان مش كل اللي انت شايفه خير بيطلع فعلا في الاخر خير، ومش كل اللي انت شايفه شر بيطلع فعلا في الاخر شر. يعني كان في راجل عنده مربي خيل، عنده حصان عربي أصيل مربيه، حصان واحد عربي أصيل مربيه، وكان عزيز جدا عليه، وكان بيعتبره زي عياله يعني. فجأة في يوم صحي ما لقاش الحصان ده موجود، دور عليه في كل حتة ما لقاهوش. فالناس جت تواسيه، فراح قايل لهم محدش يعرف، يمكن ده يكون خير. فعلا بعد أسابيع لقى الحصان ده رجع له، ومعاه 10 من الحصنة نفس النوع معاه. فالناس جت تهنيه على أساس إن بدل ما كان عنده حصان بقى عنده 11. فقال لهم محدش يعرف هل ده خير ولا لا. فعلا واحد من الحصنة دي كان بالراوي كده مش مستأنف، فجيه عيل من عياله بيحاول يركبه، راح نطره من على ظهره فكسرت رجله. فالناس جت تعزيه، فقال محدش يعرف، يمكن ده خير، يعني ممكن يكون ده خير. فجاء حصل مشاكل بين القرية اللي هو عايش فيها والقرية اللي جنبها، فقامت حرب كبيرة بين القريتين، فلموا كل الشباب بتاع القرية عشان يخشوا الحرب ما عدا ابنه اللي كان رجله مكسورة دي. فمحدش في الآخر خلاصة الحدوتة محدش يعرف ايه الخير، فين الخير وفين الشر. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية: بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأي ابتلاء بقى ربنا بيقدروا علينا هو خير، بنصبر عليه وبناخد أجر، سواء بفراق أحباب، سواء بابتلاء في الجسد أمراض، سواء في نقص في الأموال والثمرات، سواء زي ما قلنا الشوكة دي اللي هي تعتبر أي أذى يضر البدن يعني.
ابتلاءات كتير، سواء في حاجة تصيب الأولاد، شيء يصيب الزوجة، أيا كان شيء، حاجة تصيب الأب أو الأم، أيا كان النوع هذا الابتلاء، فهو الصبر عليه ليه أجر كبير. وكل نعمة الواحد يشكر ربنا عليها سبحانه وتعالى بلسانه. وشكر النعمة مش باللسان بس، يعني نعمة الصحة المفروض انك تعمل عشان تشكر على نعمة الصحة، المفروض انك تبذل هذه الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي قيام ليل في طاعات، وفي خدمة الغير قادر صحيا، زي ما بيقولوا زكاة عن صحتك. اللي عنده علم يبذل من علمه وما يوقفوش عنده، ويحاول يعلم غيره، ويحاول بعلمه يفيد غيره حتى الغير قادر ماديا. اللي عنده أولاد بيشكر ربنا عليهم ويربيهم كويس عشان يكونوا ينفعوا نفسهم وينفعوا الإسلام والمسلمين. اللي عنده زوجة صالحة يراعي ربنا فيها. اللي عنده أب وأم يخدمهم ويكون تحت رجليهم، وهكذا. كل نعمة يؤدي ربنا أنعمها علينا نؤدي شكرها بالطريقة اللي تخصنا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.